النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الدنيا ل4 نفر: رجل أتاه الله إيه؟ مالا وعلما فهو يعرف لله فيه حقا ويصل فيه رحمه وسلطه على هلكته في الحق، وهذا في أعلى المنازل، في أفضل المنازل. والرجل الثاني: رجل أتاه الله علما ولم يؤتيه مالا فقال لو أن لي مثل فلان لعملت مثل ما عمل، فهو بنيته فهما في الأجر سواء. عنده علم وعنده مال فسلطه على هلكته في الحق، وصل فيه رحمه، كانش بخيل على قرايبه بالذات، وصل فيه رحمه، يعرف لله عز وجل فيه حقا، ده في أفضل المنازل. ما كانش عايز الفلوس عشان خاطر إيه؟ عشان خاطر نفسه، متذكرش أصلا، سلطه على هلكته. شوف هو بيعمل إيه في فلوسه؟ بيعمل إيه؟ بيهلكها، مش بيصرفها، بيهلكها. أهم حاجة أنها تكون فين؟ في الحق. هذا لا ينفد ماله، لأن الله عز وجل إذا رأى من العبد هذا الحرص رزقه زيادة. اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا. فدول الناس اللي عايزة الدنيا حتى عشان خاطر الآخرة، مش بيزعم زعم الكاذب. تصرفاته أكبر دليل عليها على صدق نيته.